كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. بسم الله الرحمن الرحيم. أركان الصلاة لامز أركان شدوستاقن تقاتشوي دو حرنك القيام نحوتر. يجب القيام في الفريضة على القادر. واجب دو واجب ركن معنى دو فرض لامزيح دحوتر نيز قوتش والشن لقوله تعالى الله دالة يلندين وقوموا لله قانتين تخيته الله نحالها بس الله هنا لامزش قانتين بس الله قويرش دولش خاشعين دولش. ولقوله صلى الله عليه وسلم بيامر يلندين صل قائما دحوتي لامزدي. فإن لم تستطع أن يتسقاچح فقاعدا أقوح إيدي. فإن لم تستطع فعلى جنب أقا نتسقاچح دعوة آور والدية آور توجيدية. رواه البخاري. تقنيت قوتش ولش استغنيت قوتش ولش فرز لامس وحا انديشي تون إلامز اللور داتسنس. فإن عجز عن القيام أم استجى غورسيز خيج دحوة الترخ صلى على حسب حاله في حول حاج ديلتو قاعدا واخين ديلتو واخين يتسقاچا أو على جنب يا وانغ تيرجن شي دح تيرجن ديلتويس. فإن قوي على القيام أم دحوة نزقاچيتون وعجز عن السجود أو الركوع أم سجود ركوع غورسيز خلي سجود ركوع تدلتشنج سقط الركوع أو السجود الركوع سجود ديردتن فقط تويستا ديردو كودو وبشدير داس بو معداتيس تويستا ركوع يجم نكلوني لتو سجود دقيق الله نكلوني لتو. وجب القيام أم دعوة ترد أحردتن دعوة نسقوش ولندين دعوة غورسيز مواسيس وهكذا إشت. فلا يسقط إلا ما يعجز عن الاتيان به ويقدتلوشتل هما يبيحونات إيردولشتات. أما الصلاة النافلة أم سنة لامز فيجوز فيها الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام. ميجاش دوستاقنا وعاخين إلى مزد دعوة نسقوش ولشة والقيام أفضل أم دعوة إلى مزد غول يحدو لقوله صلى الله عليه وسلم بأمر أهلا ديلا صلاة الرجل قاعدا على نصف الصلاة دعوة لامز يشولس وتويز وعاخين لامز يشولس لامز دعوة دينتون أخلام سندو أجي يولح. تكبيرة الإحرام شولا ركنة لامزن ركن إذا تكبيرة الإحرام دالدر الله أكبر أهدر للدخول في الصلاة لامز جولش ولا يجزي غير التكبير الله أكبر. إذا الله أكبر دوش كنيجا أجي قوش كداس مثلا الله الرحمن أجي الله أعظم أجي الله أرحم أجي قوش كداتنس. ولا تنعقد الصلاة بدونها لا مزلور داتسة تنسيبي تويسا بدون تكبيرة الإحرام لقوله صلى الله عليه وسلم للمسيء الصلاة تويسا يستقل لا مزاشية دما دي زردش سخل ولا تنج إلجنو يالر إذا قمت إلى الصلاة فكبر حلا مزي هوتيشي تكبير دال دي تويس الله أكبر. وقوله صلى الله عليه وسلم فيمر أعلن ديلا تحريمها التكبير يلا مزدعد يحكر تكبير دا برضو. وتحليلها التسليم إسلام زير ولا سلام دا برضو إسلام
تعديرز ورش سلام لو تعديرز دو. قول يلركن قراءة الفاتحة في كل ركعة، هو ركعة فاتحة ديشر دو، ويجب أن يقرأها كاملة قراءة صحيحة مرتبة متوالية. واجب دو فاتحة ديشر درج نيس ديوشوش شيرغ لريش يقخن يقتيوليج آيش نقع. ويستثنى من ذلك المسبوق تيوقر وقو تويس استوچيني حانيو إذا تأحويس نقويس مسبوق بوغين سبقه الإمام بركعة فالمتأخر مسبوق إمام دكتن. بس إمام ما تحرك تحسوي لك مثلا سبق حال هو يليس تحت أوي نقش يلا حال هو لكولكس اسم مفعول مسبوق زندير ألتنا وش تاجي ويقيش متاعد متأخر تحويس نقوكس. إذا أدرك الإمام راكعا تحويس نق مثلا إمام ركوع كريتن، أو أدرك من قيامه ما لم يتمكن معه من قراءة الفاتحة. يا إمام دعوة واشتقيزنو فاتحة ديش نتسقيتك سنسان فتسقط عنه الفاتحة سوها ينح فاتحة ديش ارتئير دير دوتسن. وتجب الفاتحة على المصلي بكل حال. فاتحة ديشر من الله حولها إذا واجب دباختو، سواء كان في صلاة جهرية أم سرية. بس باش خلداتي لا مزا جو ديوش تعدله يا قيله ديوش تعدله. وسواء كان إماما أم مأموما أم منفردا باش خلداتي إمام ولا يتأخوتنك ولا يشالا مزيش ولا مسوخين ديش ديزيز با. لقوله صلى الله عليه وسلم فيامر آلن دينا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. لا مزمدات فاتحة ديشتون متفق عليه. هاي اختلاف شنو شيوخ مذبح تويسوقا وبروسه. الركوع ديول دو وبروس وبروس بواسا ركن يول ركن الركوع. إذا ركوع دردو لقوله تعالى الله دال ألا يا أيها الذين آمنوا اركعوا أيمان للمنه اركعوا ركوع دي. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيمر آلن دل للمسيء في صلاته المسيء في صلاة منور ودو صحابه مسيح ديشنو ثم اركع حتى تطمئن راكعة سوتع ركوع ديه ركوع يحتم بالستسوج متفق عليه. بخيول ركنة الرفع من الركوع حتى الاعتدال. الركوع حالواردو تعنيس ولت بقدعنيس بيرسك دعواتلس. لقوله صلى الله عليه وسلم فيامر آلن ثم ارفع حتى تعتدل قائما سوتع ركوع حال أيلوه حال نيسلوه أو دعوة دعنيس ولت. ويجب يعود بحيث يعود إلى الهيئة التي كان عليها قبل الركوع. إذا ركوع الحلو ورو كتية شاي ركوع دل يخل دولتش كتية، سواء صلى قائما أو قاعدا باش خلاص واخين يدعوة تنسو الأمن زشتلا واخين دولتش يعني شاي ركوع دل يحلق مور يشتوى خورويس ركوع الحلو وجهن. قالت عائشة رضي الله عنها في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم عائشة قال وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. يرسل الله عليه وسلم ركوع الحالو يأتي سجود مسد ورتوى دك دعنيس ولت يال خلو يال ركنة السجود سجود در لقوله تعالى الله دال واسجدوا سجود دي الله. ولقوله صلى الله عليه وسلم فيامر آلن ثم اسجد سولت سجود دي حتى تطمئن ساجدا. سولت سجود دي وسجود حين تم خلش سو بردش سجاحة سجود دي ونسراز حال اطمئنان خليس. ويكون السجود على أعضاء السبعة المذكورة في حديث ابن عباس. سجود ده إذا وره ماجي تخيل ديشتو ابن عباس وحاخين دوت حديثة ابن عباس وديتن دوت حديثة حاخين مخلر.
وفيه حديث علينا أمرت سويق أمر ديرة أن أسجد على 7 أعظم. أمر بقى سويق أمر دين توس حادين أمر تنق الله دار ور ميجين تسجد ديال الجبهة تحقايا قلت نحيت وأشار بيدي إلى أنفه شيكوك تانيش مرنت إشاريرتو بس مرنت إشارير بعن هدو إمرأ حي تاني دبو ما عنده يسوق دوبو ما عنده واليدين الشنكوك ده والركبتين شنكو ده وأطراف القدمين كوا جاب إرجشته كوا إرجشته إنسان ركوع وإنسان سجود جان إشتديس إيش سجود در نيستات شيء كوا واحد بين البيز إرجشته تعين دوش كير بيديز نقدوش إيش شكوك دي در نيستات تحقا فيما الحديث تتيغا آخر ويسنى شكوك لا واحد اللي وهم سجود مديان تحقا جعل يختار دوش شكوك واحد مديان يعلقدو نيس نيج إشت خلردو ورهو ركن الرفع من السجود والجلوس بين السجدتين سجود الحلوى شين سجود يقع حوى خار لقوله عليه الصلاة والسلام بيامر آلن دير ثم ارفع حتى تطمئن جالسا سجود الحلوى وخا جالسا حتى تطمئن جالسا وخا الاحتيام بش الطمأنينة في جميع الأركان برهو ركن إذا مسوا ركنا قاحت ينبردو لأمره صلى الله عليه وسلم المسيء لأمره عليه السلام المسيء صلاته بذلك في جميع الأركان هناك أتسجي يوسم عليه الصلاة والسلام مسوا ركنا قاحت ينبيال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن داك حي قرآن ديش بقى ثم اركع حتى تطمئن راكعا صوت على ركوع دي تطمئن اطمئنان خوش ركوع ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا داك ركوع الحلو صوت سجود اطمئنان خليس تيام خلبيس ثم ارفع حتى تطمئن جالسا صوت وحا اطمئنان يرش وافعل ذلك في صلاتك كلها إذ حمس ولا مزع اشتياع والمقصود بالإطمئنان إطمئنان بوشولوش تكودو أن يمكث حتى تستقر أعضاؤه وتسكن مهما قل الزمن إذا حشايو الماجي تحسوتسو دولشتوي ستاسوتش وتردي تادر سالمتا لقا إزيك زامن نقهاتي أحساتسر دوك ركوعي وقت مثلا سعويكو ركوعي وهن والتون سرازو حلوش سنة مزلا سنة ركن قوش سينسو وقيل اشتأل أن يمكث بقدر الذكر الواجب الواجب دورشتو الذكر باري ما حساس بيستو سبحان ربي العظيم تعز سبحان ربي الأعلى سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اتبار معموني ستويزبا إيصالو يولا ركن التشهد الأخير والجلوس له تحر تشهد ديشاردو تشهد ديش وخا أردو لقوله ابن مسعود رضي الله عنه ابن مسعود قال كنا نقول قبل أن يفرض علينا التشهد أولر تشهد خينا فرزد أدل السلام على الله من عباده أولي أشتن ليه الله دي الله يشكر الله هنسلم دقين فقال النبي عليه الصلاة والسلام لا تقول السلام على الله السلام على الله ما قال ولكن قولوا أشار التحيات لله توضع التشهد حديث شرط هاك وقويت وإن قبل أن يفرض علينا التشهد ألشي ولا تشهد فردني فقيزا ركنيو يطوي ركنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير يوجدنا صلوات الأرض تحر التحيات يوشكنا لقوله صلى الله عليه وسلم بيمر آلان دي نقول أشآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد متفق عليه ولا ينبغي زيادة اللهم صل على سيدنا محمد إذ اتوخر تويس نسليدو إسكازايت اللهم صل على سيدنا محمد ولا الناس قاعدين كده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تويس من التشهد لا مزح
ويشتم بروبليم ياسي ساعات ركنة التسليم سلام دلر لقوله صلى الله عليه وسلم وتحليل والسلام وتحليل والتسليم تويس تلامز دعديه كر لامز يقرآر ولر إذا سلام دلر فيقول عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله بس أتو آرو أول سلام نردو. والسنة أن يسلم عن يمينه ويساره حتى يرى بياض خده سنة هدو إذا راوي لوي أول سلام دلردو حتى يرى بياض خده سنة بسنيك أي مهتق اللي تتعورتش. الترتيب شيط الركنة إذا رغل ريال لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها مرتبة هناك يشنو عليه الصلاة والسلام إلا مزنا شيء رغل ريش أشجع نسلريش وقال سؤال صلوا كما رأيتموني أصلي أش لامز دي أش لامز أش مجر رواه البخاري. وعلمها المسيء في صلاتي بقوله ثم التي تدل على الترتيب يشت حديث حيرشنو عليه الصلاة والسلام لامز عام وشكنا ثم دالنا ثم يحرفه تاق إذا تأنيس يشدو ترتيبا أشري ونستنق حديث قشتو كوين إذا قمت إلى الصلاة مثلا ثم اسجد ثم اقرأ ثم ارفع بوش حدوش تقر سو قويتون أشري ونستيزا واجب خلر ركن خلر تويس. وهذه الأركان لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا ينسوا حقنا يركع شري وشه بريدنا ميرنا يويت ولا يتعدقر دعلا تعنو أول تيري ورشاتوش تأخذت أحقاجا بيربويا والحمد لله رب العالمين.